مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناة نمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. كل سنة وأنتم طيبين. تعالوا النهاردة نعمل الهريسة بمناسبة إن احنا داخلين على رمضان. هنعمل الهريسة بس النهاردة هنعملها صيامي من غير لا لبن ولا زبادي ولا سمنة. هنعملها النهاردة بطريقة حلوة واقتصادية جدا جدا، وكمان هنحشيها حشوة مميزة قوي كده، مختلفة عن الحشوات العادية بتاعت الهريسة التقليدية. كل ده هتشوفوه معايا النهاردة في الفيديو، وهوريكم ازاي ما تطلعش ناشفة معاكم ومشققة وتطلع حلوة كده وطعمها جميل جدا. كل ده هتشوفوه معايا، بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الأحمر، تفعلوا الجرس على كلمة الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. وبشكر كل اللي بيتابعني ومتصل في القناة، ميرسي جدا جدا ليكم ولكومنتاتكم الحلوة اللي بتشجعني ان انا اعمل كل يوم حاجة حلوة صيامي ليكم. واتمنى بقى تشجعوني اكتر، وما تنسوش بقى تدوسوا لايك على الفيديو، ويا ريت بقى تاخدوا الفيديو شير عشان كل الناس بقى تشوف الفيديو ده وتعمل الهريسة الصيامي بطريقة بسيطة وسهلة جدا جدا. ويلا دلوقتي نشوف مقاديرنا ونشوف عملنا احلى والذ هريسة ازاي. ونسيت اقول لكم بقى للاعلان على قناتي هسيب لكم اللينك ورقم التليفون، وكله ده هتلاقوه في صندوق الوصف. اول حاجه بستخدم البسبوسه. بجيب كوبايتين من البسبوسه، والمعايير دي الكوبايه اللي هقيس بيها البسبوسه هقيس بيها كل حاجه، فتخلي بالكم. هجيب كوبايتين من البسبوسه وهبتدي اني انا اضيف عليهم. دلوقتي شايفين البسبوسه دي انا ضايفه عليها جوز هند. اختاروا جوز الهند اللي مش مبشور، الخشن. هختار لكل كوبايتين بسبوسه هحط عليهم كوبايتين دقيق سميد، هحط عليهم كوبايه جوز هند خشن. اختاروا جوز الهند الخشن لان بصراحه بيفرق جدا في الطعم بتاع الهريسه، بيطلعها زي بتاعت المحلات كمان واحلى، لانها طبعا معموله في البيت فبتبقى حاجه واو فعلا يعني. بنقلبهم كويس قوي، ولازم السميد يختلط كويس جدا بجوز الهند. مهم قوي قوي الخطوات والتركات اللي هنقولها دلوقتي. وبعد كده بقى نكمل باقي مكوناتنا. طبعا الهريسه دي في منها هريسه اسكندراني وفي هريسه دمياط. احنا النهارده هنعمل الهريسه بتاعه دمياط، هريسه الدمياط اللي بناكلها على العربيات. هكون هنا جايبه نص كوبايه من الزيت ومدفياه، واهم حاجه ان انا اكون شايفين الزيت دافي شويه. وابتدي بقى ان انا افرك السميد مع جوز الهند مع الزيت. طبعا لو فطاري كنا جبنا نص كوبايه سمنه، لكن احنا عاملينها النهارده صيامي. فانتوا لو عشان وصفات رمضان برضو ممكن تحطوا سمنه بدل الزيت. اللي حبايبي المسلمين اللي هم بيتابعوا الوصفه يقدروا يعملوا نفس الوصفه بس يحطوا السمنه بدل الزيت، وهتطلع طبعا جامده جدا يعني مش عايزه اوصف لكم. ونبتدي ان احنا نقلبها بالشكل ده لحد ما تبتدي بقى كل المكونات تختلط مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين تمسكوها كده تحسوا عامله زي رمل الشاطئ كده، لما تمسكوها تتدبس. وهحط هنا معايا كوبايه الا ربع من السكر. كوبايه الا ربع من السكر، يبقى كوبايتين من السميد، كوبايه من جوز الهند، نص كوبايه من الزيت الدافي، كوبايه الا ربع من السكر، سكر الخشن. وكل الكلام الحلو ده نبدا ان احنا نقلبه مع بعضه. وبصوا لازم يوصل معايا زي ما قلت لكم زي رمل الشاطئ المبلل كده، لما تيجوا تمسكوه يمسك شويه بس بعدها لما تدوسوا عليه يفك. وده اساسي في كل الحاجات اللي احنا هنعملها. احنا هنعمل الهريسه النهارده، او الطريقه اللي هنعملها بيها النهارده هنحشي حشوه مختلفه عن الحشوات اللي التقليديه بتاعه الهريسه، عشان تبقى نعوض بقى نقص السمنه واللبن في الحشوه الجامده اللي احنا هنعملها النهارده. زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي اجيب الشربات بتاعي. طبعا لو تحبوا تضيفوا عسل بدل الشربات مفيش مشكله. هنجيب ربع كوبايه من الشربات السيرب اللي احنا بنعمله بتاع البسبوسه، نزودهم شويه وناخد ربع كيلو ربع كوبايه، ده اللي احنا هنعجن بيها بالشكل ده. طبعا زي ما انتوا شايفين الشربات طبعا مقاديره سهله وبسيطه. كوبايتين من السكر عليهم كوبايه من الميه، وبنسيبها لحد ما تغلي وتكسر كده لحد ما توصل لكوبايه الا ربع. وده بيكون يعني شربات البسبوسه بيكون حلو جدا ومثالي قوي. لو حابين ما يبقاش محلون قوي ممكن تبقى كوبايه ونص سكر وكوبايه ونص ميه، بتبقى برضو اخف شويه لان احنا هنا حاطين كوبايه الا ربع سكر، فهي محلونه اوريدي يعني مش محتاجه حلويات كتير. ده بيكون قوام الهريسه. وكده الهريسه جهزت معانا، وتعالوا نشوف هنظبطها ازاي جوه الصينيه
وازاي هنبتدي بقى نحشيها. لو تلاحظوا لو حطينا لا بيكنج باودر ولا اي مواد رافعه، لان الهريسه ما بيتحط لهاش لا بيكنج باودر ولا اي مواد رافعه نهائيا، ودي ملحوظه تخلي بالكم منها جدا. الصينيه بتاعتي بدهنها شويه زيت، وببتدي اخد نص المقدار بالظبط، نص المقدار اللي انا عملته احطه في الصينيه من تحت، وعلى قد ما اقدر ادبس هدبس. شايفين العجينه مش طريه نهائيا، ما فيهاش اي سوائل، تحسوا ان هي ناشفه، بس لما بشكلها بتتشكل. يعني حامله بيها الصينيه كلها بالشكل ده لحد ما اخليش ولا حته خالص فاضيه، كل الصينيه تبقى بالشكل ده. ده النص بالظبط، ده نص الصينيه بالملي. ودلوقتي بقى نجهز الحشوه بتاعتنا. الحشوه بتاعتنا عباره عن كنافه. دي كنافه طبعا احنا كنا عاملينها صوابع، فانا اخدت صباعين كده من الكنافه وبدات ان انا افركهم خالص بعد ما نشفوا. كنافه عاديه صوابع بشربات، وحطيت من الناحيه التانيه بلح الشام ومعاه زلابيا او لقمه القاضي، حاجات كده اللي هي حلويات شرقيه. يعني انا حشيت الهريسه حلويات شرقيه عشان تبقى بقى بتوع الدايت يمتنعون نهائيا عن الاكله دي. وطبعا تقدروا بقى تضيفوا زبيب ومكسرات وجوز هند براحتكم، بندق فستق اللي انتوا تحبوه، بس انا جه على دماغي النهارده ان انا احشي الهريسه حلويات عشان تبقى ايه، قنبله حلويات زي ما بنقول. ونكمل باقي الحشوة بالطريقة دي، نحط النص التاني بتاع البسبوسة، ونبتدي بقى ان احنا نمسكها كويس في بعضها وما نخليش حاجة تبان اصلا منها نهائيا. على الوش بقى هنحط المكسرات. على الوش بقى انا مقشره شويه بندق وشويه زبيب وشويه فول، كل الكلام ده هرميه بقى بصوره زي ما بنقول كده بصوره عشوائيه، مش هرصهم ولا اي حاجه. ونعمل الشربات بتاعنا. الشربات بتاعنا عباره عن كوبايتين من السكر، كوبايه ونص من السكر، كوبايه ونص من الميه، ونبتدي ان احنا نرفعهم على النار لحد ما يبداوا يوصلوا من كوبايه ونص لكوبايه. وتقريبا الوقت بياخد على النار نقول كده في حدود 10 دقايق على نار متوسطة. ممكن تحطوا سنة فانيليا للشربات عشان تبقى طعمها حلو كده وتبقى ريحتها جامدة، وممكن تستغنوا عن الفانيليا، او لو عندكم فانيليا سايلة ممكن تحطوا نقطة واحدة بس من الفانيليا السايلة. وده بيكون شكل الشربات النهائي. طبعا الشربات يتجهز قبل ما نعمل الصينية ونسيبه على جنب يبرد خالص، لانها هي بتاخد شربات بارد، وشربات مش خفيف زي البسبوسة بس برضو مش تقيل زي بلح الشام والحاجات، شربات وسط. وده بيكون القوام المثالي جدا للشربات. ونبرده خالص على جنب، وندخل الهريسة بتاعتنا جوه الفرن بعد ما نرش لها وش المكسرات الحلو. وبعد كده بقى بنحطها في الرف الوسطاني في الفرن، واهم حاجة نراقبها تقريبا كده 10 دقايق ونبص عليها علشان خاطر تبقى مظبوطة. بعد كده نحط عليها الشربات تبقى جامدة جدا جدا، ما تقطعوهاش وهي سخنة. دي الحاجة الوحيدة اللي لازم تستنوا عليها شوية لحد ما تبرد وترتاح، وكمان نغطيها، وبعد كده تقطعوها وتاكلوها بألف هنا وشفا. النهاردة عملت لكم الهريسة بالمكسرات بالحلويات، قنبلة حلويات صيامي تحفة بجد بجد. أتمنى تجربوها. لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. بشكر كل اللي بيتابعني، وتحياتي لكم بألف هنا وشفا. أشوفكم دايما يا رب على خير قريب.